بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في أول حلقات الكورة تحت الضغط. ببارك للأهلي حصوله على الدوري 45 والدوري الثالث على التوالي. زي ما اتفقنا القناة بتاعتنا النهاردة بتشوف الأسباب النفسية اللي بتخلي أي فريق يفوز بماتش أو يفوز ببطولة أو يفوز بدوري. طيب، عنوان الحلقة بتاعتنا النهاردة اديني الثقة وارميني البحر. ده أهلي عماد النحاس، مختلف تماما عن أهلي كولر. أهلي عماد النحاس ادى للاعيبة الثقة وفكرهم اللي هم أبطال، والأبطال كافئوا عماد النحاس. طيب، في أسباب للفوز النهاردة بالماتش. طبعا أول سبب النهاردة للفوز بالماتش الدافع. لعيبة الأهلي كلها كانت عندها دافع، ودافع قوي جدا بالفوز بالماتش. طيب، الحاجة التانية الخوف. ايه ده؟ هو الخوف سبب من اسباب اللي الاهلي كسب الماتش؟ طبعا طول الخوف، ما هو خوف طبيعي، ما وصلش القلق، ما وصلش الهلع، بيخلي اللعيب يدوس على نفسه في الملعب عشان يوصل للهدف بتاعه. وده اللي حصل بالفعل في الماتش. لعيبه الاهلي نزلت اول 5 دقايق في خوف، بس خوف طبيعي. طب الخوف الطبيعي ده ليه؟ عشان هم احترموا الخصم. طب لما احترموا الخصم داسوا على نفسهم وجابوا الجون الاول، وبعد ما جابوا الجون الاول دعموه بسرعه بالجون الثاني. تالت حاجه الثقه. عماد النحاس ادى للعيبه كلها ثقه، امثال وسام ابو علي. وسام ابو علي بعد ما خد الثقه كافئ عماد النحاس. علي معلول، حسين الشحات. يبقى الحاجه الثالثه ودي مهمه جدا، اللي انا زرعت الثقه في كل اللعيبه. دي 3 اسباب كفيله تنجح اي فريق. في سبب رابع مش موجود عند اي فرقه في الدوري غير في الاهلي، الايثار. وده ظهر قوي في الجون بتاع امام عاشور وحسين الشحات. حسين الشحات كان ببساطه يجيب الكره جون، بس فضل اللي امام عاشور يجيب الجون عشان يبقى هداف الدوري. الايثار مش باين بس في الجون دوت، الايثار باين في كل الماتش. ده مش بس كده، ده ظهر كمان في اخر الماتش. اللعيبه وهي بتودع اللعيبه اللي هيسيبوا النادي الاهلي، امثال رامي ربيعه، وامثال اللاعب اكرم توفيق وحمزه علاء. الايثار ده بيخلي اللاعب دايما يشتغل في الملعب كفريق، ما بيشتغلش فردي، ما بيدورش على دوافعه الشخصيه، ده بيدور دايما على هدف الفريق. دي الاسباب اللي خلت الاهلي يفوز النهارده بالماتش. طيب، في سبب خلى الاهلي يفوز بالدوري. في سبب مهم جدا خلى الاهلي يفوز بالدوري، اللي الاهلي دايما لعبته وبجهازه الفني والاداري والطبي عندهم دايما افكار ايجابيه. متمثله في ايه؟ متمثله اللي انا باخد كل ماتش هدف، لازم اخد ال3 بونت من كل ماتش. عندي 6 ماتشات ب 18 بونت، يبقى هفوز كل ماتش، وفي الاخر عندي 6 ماتشات لازم اجيب فيهم ال 18 بونت. طب المنافس فارق عني ب4 بونت، مش مهم، انا قدامي هدف ومهمه انا اعملها. بنبص على نفسي، ما بنبصش على الخصم بتاعي. ودي كانت الاسباب اللي خلت الاهلي يفوز النهارده بالماتش ويفوز بالدوري العام. شكرا لكم. شير ولايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. في رعاية الله.